اليوم سويت كسادي الدجاج المدخن أو سموكي لافا. طعمها ما ينوصف، ضروري تجربوها ويا أصدقائكم أو قعداتكم العائلية لما تشوفون مباراة كأس العالم. أما طريقتها كلش سهلة، ما راح تاخذ من عندكم وقت. التتبيلة راح أكتب لكم إياها بالكابشن بالتفصيل، تقدرون تستخدموها لكل تتبيلات الدجاج اللي تسووها. وضفت على التتبيلة صلصة الباربيكيو المدخنة من هلو، راح تنطيها طعم كلش طيب. وبعدين خليت قطع صدر الدجاج سمكها يكون وسط وحجمها كامل بدون ما أقطعها، وخليتها بطاوة كلش حامية وبيها شوية زيت الزيتون. وشوفوا لي الدجاج شلون ذايب يجنن. وأول ما طلعته من الطاوة مسحته بصلصة الباربيكيو وشوية كرفس، طاها لمعة وطعم طيب. وبعدين دخنتها بالفحم وغلفتها كلش زين بالسيليفون حتى تبقى طرية. وهنا خبزة الصاج خليت لها جبن وخليته شوية يموع. وشوفوا لي الدجاج يموع بالحلق وطعمه كلش طيب. وكل واحد بينا خليت له نوع الصلصة المفضلة عنده، وكل أنواع الصلصات بطعم الفوز كلهم راح تلقوهم متوفرات بالسوبر ماركت. وضفت عليهم شيبس البوتيتي والخس، جربوها تموت وعوافي.